انضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عيسى العميري. دكتور عيسى، بداية دلالة التوقيت الخروج بهذه التصريحات الرسمية حول المصالحة الخليجية. نعم، في البداية أشكركم على الاستضافة والشرف أن يكون ضيف، والشكر موصول لكم على القناة المميزة. أستاذتي الكريمة، فعلا الكل يعلم بأن 4 سنوات ما زالت الأزمة الخليجية تراوح مكانها بمعنى أصح، ولكن اليوم يعني خرج على تلفزيون دولة الكويت معالي وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية ووزير الإعلام بالإنابة، وأشاد بأن في تطورات إيجابية بالنسبة للأزمة الخليجية، مما أعطى دور وانفعال وبوادر إيجابية. ومن ثم بعدها أتى يعني تصريح لمعالي وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، ورحب بهذه الجهود. ومن ثم أتى تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الخير بأن فعلا نرحب بالجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب دكتور عيسى، بين عدد. لكن لماذا الآن؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ وهل نتوقع حلحلة شاملة قريبا؟ أستاذ الكريم، أنا أتوقع اليوم يعني أتى الموضوع ما أتى من يوم أو ما أتى من يوم أو يومين أو في الفراغ، ولكن عبر جهود حثيثة من أكثر من 4 سنوات امتدت في بداية الأزمة في رمضان 2017، والكل يعلم في ذاك الفترة مغفور له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه أمير دولة الكويت يعني أخذ على عاتقيه والرحلات المكوكية التي كان يقوم بها لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات ومن ناحية دولة قطر. فبالتالي الجهود خلال 4 سنوات كانت وما زالت منصبة لرأب الصدع الدول الخليجي، ولكن اليوم أتى بتسريع الوتيرة في تقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ناحية أخرى رئيس زمان دكتور ترامب أبعث يعني مبعوثة كوشنر أو سهرة لتعجيل من هذه المصالحة الخليجية التي امتدت ل4 سنوات. ومن ثم يعني أن تكون هذه الجهود إيجابية. الكل يعلم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تهدد إيران في المنطقة وتهدد الوضع الإقليمي والسلم الخليجي والعربي، وبالتالي أتى بأن تكون نعم هذه دكتور عيسى، أيضا هناك تسريبات تفيد بقمة خليجية مرتقبة في الرياض بحضور الأمير القطري. ماذا ستشهد هذه القمة، أو ماذا ستقدم أيضا للمصالحة الخليجية عفوا؟ أتوقع أن خلال اليومين القادمين أستاذتي الكريمة أن تكون بجهود أو قمة خليجية مسقرة بأن تتم دعوة أمير قطر تميم بن حمد إلى المملكة العربية السعودية وملاقاة الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ثم يعني طي صفحة الموضوع، وبالتالي فتح الأول يعني فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية والسعودية وكذلك قطر، ومن ثم يعني تكون مسارات الجوية عبر المملكة العربية السعودية، ومن خلال المملكة العربية السعودية تعتبر العمود الفقري لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع أن تكون محطات أخرى كمملكة البحرين ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وبالتالي وممتازة في لم الشمل الخليجي العربي إن كان أصح. ولكن هذا خلال اليومين القادمين راح تتم في الرياض، راح تبين كثير من تفاصيلها. واليوم يعني ارتياح سريع قريب عجيب بالله الحمد من كويتي الى وزير الخارجيه السعودي، ومن ثم الامين العام المتحده الامين العام لجامعه الدول العربيه، ومن ثم خطوات واضحة راح تكون في اليومين القادمين. فبالتالي ان شاء الله يعني نرى باننا نكون حصن حصيد لمواجهة الأخطار والأطماع الإيرانية في المنطقة. الدكتور عيسى العميري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك.